اللي مصحيك لدلوك يا طه؟ عندي امتحان كمان كام ساعة. انت ايه اللي مصحيك دروك؟ واللي يشتغل شغلانتنا يا ابني ينام 4 ساعات على بعض. بقول لك يا طه، بما ان تخصصك علم النفس، وعلم النفس هو دراسة سلوك الانسان، كنت عايزك تحلل لي شخصية انسان معين كده. لو مجرم اتهمك بجريمته، ده معناته ايه؟ فيها زين، انا بدرس علم نفس مش علم فوازير. وضح كلامك يا اخي. انا اسف ان اتكلمت معاك على انك دكتور، هكلمك على انك حمار. لو مجرم اتهم الضابط اللي هو بيحقق معاه، اللي هو انا، ان انا اللي قتلت، ده معناته ايه؟ ده معناته حاجة من الاتنين، يا اما الراجل ده ماسك عليك حاجة، يا اما حس انه دخل المصيدة برجليه، ودي بنسميها حيلة من حيل الدفاع اللاشعورية عن طريق انكار الحقيقة من خلال اطلاق اعترافات كاذبة غير متوقعة. يعني تبقى قاعد بتحقق معاه ويقول لك انت اللي قتلت هذه. الله اكبر عليك يا طه. وربنا لو قاعد مع الدكتور احمد عكاشه ما يقول الكلمتين دول. طب انا سيبك تكمل مذاكرتك، تصبحوا على خير. طيب ايه، مش هتجبضني وانا شغال تبرع للهلال الاحمر ولا ايه؟ يعني ايه تاخدي قرار سفرك من غير اذن جوزك؟ يعني ايه تسيبي له البيت وتمشي؟ يعني ايه ما ترديش على مكالماته؟ يعني ايه ما تساليش على بنتك ولو بمكالمه؟ هو ايه يا بابي اللي يعني ايه يعني ايه يعني ايه؟ يعني ايه هو اصلا يخيرني بينه وبين السفريه؟ حضرتك يرضيك كده؟ الهبل والعبط اللي انت بتقوليه ده طبعا يرضيني، وبعدين هو ما عملش اي حاجه. انا مش فاهمه ليه حضرتك دايما واقف في صفه. عشان هو الصح وانت الغلط. يا سلام، يعني انت عايز ان هو يمشي كلمته عليها ويقهرها؟ لا، انا عايز اراعي الاصول. يا سلام، واللي عمله ده اصول؟ هو ما عملش حاجه اصلا، اللي عمل كل ده انت وبنتك. انا عملت حاجه؟ طبعا كدبتي عليا وقلت لي انها زعلانه كده يومين وجايه تهدي اعصابها هنا. ما هو ده اللي حصل. لا، مش هو ده اللي حصل، ولو في حد من حقه ان هو يزعل فهو جوزها. على فكره هو اللي اوفر قوي ودايما بيكبر المواضيع زياده عن اللزوم. انت عايز راجل خرنج لا يسالك انت رايحه فين ولا جايه منين؟ يا ريت يكون كده. لا يا فاتن، لازم تعقلي وتعقلي بنتك، لانها ما بقتش بالمنظر ده غير من ورا نصايحك اللي بتودي في 60 داهيه. انا نصايحي تودي في داهيه يا صلاح؟ وفي 60 داهيه كمان، وقريب قوي هتودي بنتك للمأذون علشان تطلق. يا بنت استهدي بالله واتكلمي مع جوزك علشان خاطر بنتك، حتى على الاقل راعي ربنا فيه، لانك لو خسرتي الراجل ده هتفضلي ندمانه عليه العمر كله، وساعتها لا انا ولا امك هننفعك. انت علاقتك بالقتيلة كانت عاملة ازاي؟ كيف اي علاقه بين صاحب البيت والشغاله؟ اعملي قهوه يا مريم، اغسلي دول يا مريم، خدي دول عشانك يا مريم. بس كده؟ بس كده، لا اكتر ولا اقل. يعني انت ما حاولتش تراودها عن نفسها قبل كده؟ كيف يا باشا؟ انا هبص لشغاله؟ رد على قد السؤال. ولا عمري بصيت لها. ومن التحريات اللي بتقول ان انت حاولت تعتدي عليها قبل كده. تفتكر يا باشا انا لو عايز منها حاجه هتقول لها؟ انا ب50 جنيه هعمل معاها اللي انا عاوزه. قلت لك رد على قد السؤال. التحريات دي كلها كدب في كدب عشان اريح سعادتك. اللي عمل التحريات دي كلها اكتر واحد بيكرهني وبيحقد عليا. اللي هو مين ده بقى؟ زين صالح الجناوي، معاون المباحث. كل التحريات يا فندم فيها ترابط بموكلي النقيب زين القناوي، واخد الموضوع بشكل شخصي وبيحاول يلصقه بموكلي بشكل غير طبيعي، وحضرتك شفت ده بعينك من خلال متابعته الغير طبيعيه للموضوع. وزين هيعمل كده ليه؟ مشاكل عائليه قديمه واسباب تانية محدش يعلمها غير الله. هي مشيت من عندكم ليه؟ سرقة 5 غوايش دهب من عند امي. وعملتوا محضر؟ ما رضيناش نبهدلها. هي قبل ما تمشي من عندكم كانت حامل؟ لا، هي كانت متجوزة؟ على حسب معلوماتي لا. ولا ليها علاقة مع حد؟
العلم عند الله. بس هي ما كانتش بنت تمام. يعني ايه مش تمام؟ يعني كانت بنت ملعبة كده، طلعت لمت على واد من هنا ولا من هنا، كلب عجلها حلاوة وحملت منه. السلام عليكم، كيفك يا شيخ ياسين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا منصور يا ولدي. الحمد لله احنا بخير طول ما انتم بخير. عمر يا ولدي. لا ولا حاجة، أنا كنت جاي أطمن عليك وأشوفك لو محتاج حاجة. ولو احتجتوا أي شيء البيت مفتوح في أي وقت. أيوة عمر يا ولدي. لا شكرا يا شيخنا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك مش فاكر مين من دفعتنا في مباحث التليفونات؟ مباحث التليفونات؟ فؤاد البغدادي. معاك رقمه؟ اه بس ليه، في حاجة ولا ايه؟ لا ما فيش، في رقم بيعاكس نادي اختي على الواتساب. بالله عليك كلمه، عايز اعرف بنات الرقم ده. نجيب اهو. الو يا فوقش يا ابن المحظوظة. وانت اكتر والله حبيبي. بقول لك ايه، انا في قنا دلوقتي وقاعد مع حبيبك زين القناوي، كان عايز منك خدمة كده. اهو خد معاك اهو. فؤاد بيه، الله يحرق ايامك يا جدع. اخبارك يا جدع انت؟ وحشني. انا بنزل من وقت للتاني. ما انت عارف حماية وحماتي في القاهرة عندك. ان شاء الله لو نزلت قريب اشوفك باذن الله. ما يأمرش عليك ظالم. رقم بيعكس اختي على الواتساب، بس كنت عايز اعرف بياناته. هبعته لك في رسالة. حاضر. بالله عليك ما تنسى في الموضوع ده عشان معكنن على اخوك قوي. انت عارف احنا صعيدة الكلام ده ما ينفعش عندنا. الله يحفظك يا باشا. ماشي، برعاية الله. اتفضل. ابعت لي بقى الرقم وانا ابعته له على طول. لا ابعت لي انت رقم فؤاد، عشان الرقم اللي بيعكس معايا في البيت. جرب يا ولدي. مالك يا ليلى؟ فيه ايه؟ الواد طه شكله اتجنن. ليه؟ عمل ايه؟ قاعد يجيب في سيرة زين ويقول لي اني ما استاهلش واحد باعني وراح يتجوز واحدة تانية. وقال لي اني لازم انا ابص كويس، وان في ناس حواليا بتحبني. قال لك ايه تاني؟ انه بيحبني وبيتمنى لي الرضا. ورحمة ابوكي قال لك كده؟ ايوه يا صفية. وعلى فكرة طه مش اول مرة بيلمح لي بحاجة زي دي. والله قلبي كان حاسس. الكلب والله لهزقه. اوعي يا صفية، لو حد عرف بالكلام ده هتحصل مشاكل كبيرة. اوعي. لا يا ليلى ههزقه. ولا تهزجيه ولا حاجة، اعتبريه عيل صغير وغلط. لا ده مش عيل، كيف يبص لواحدة بتحب اخوه؟ وكيف يبص لواحدة اختها بتحب؟ مبروك يا هتلر بيه، اخلاء سبيل بضمان محل السكن. يلا يا ولدي. مبروك يا ريس. بصراحة أبويا راجل كويس، واقف معايا ومغلط بنته. مهم النتيجة. انت لما كلمته في اي جديد حصل؟ لا ما حصلش، ولا اتكلمت ولا رجعت، وبصراحة أنا كمان ما كلمتهاش. أديني مستني لما أشوف إيه اللي هيحصل. هي الهانم الكبيرة مسيطرة؟ يعني هي اللي ماشية البيت؟ بس هي مطيورة، وتقدر تقول نسخة من بنتها أو النسخة الأصلية.
بس لا، الراجل كلمته مسموعه. انا لو منك يا معلم اقلب خالص، حتى لو اتصل بيك ما تردش لحد ما تفهم ان ده غلط. لا طبعا، لو عمل كده هتركبه الغلط وجايز كمان تسوق فيها. بقول لك ايه يا ادهم، انا رايي انك تيجي شويه على نفسك وتكلمها وتحاول تهدي الدنيا، وده على فكره مش عشان خاطرها، عشان خاطر بنتك. نورت بيتك يا مسعد بيه. الحمد لله على السلامة يا مسعد بيه. الله يخليكم يا رجاله. اللهم صل على حضرة النبي. الحمد لله على السلامة يا كبير. عايز البلد كلها تاكل لحمة الليلة دي. عايز بدل الذبيحة 30 وزعوا على بيوت البلد كلها، وأول بيت صالح الجناوي. أوامرك يا كبير. تلاقيهم لابسين الاسود. لا يا ولدي، لسه الأسود هيلبسوه. اتقل. انت فاكر اللي جرى معاك هيعدي كده؟ الحمد لله على السلامة يا ولد الكبير. تسلم يدك. مش عارفه الدكتور ده مركز معاك ده ليه؟ انت اللي مكبره الموضوع يا ناديه، ده دكتور رخم وكل الطلبه عارفينه. ما انت كده كده هتنجحي يا دحيح. لا حول ولا قوه يا جماعه، حد يشيل البت دي من قدامي، انا هموت دلوقتي. هي العربيه دي تبع حد فينا يا بنات؟ انت مش اول مره. في ايه يا دكتور، حد عايز يخطفك ولا ايه؟ طب يلا مد منك ليها، بلاش استظراف. ازيك يا ميرات؟ كويس ان حضرتك عارفه اسمي. ممكن اعرف حضرتك مين؟ انا عليا، مرات آسر. آسر مين؟ آسر اللي انت دلوقتي حالا هتقولي لي في ايه بينك وبينه. انت بتتكلمي على آسر صلاح؟ We're just friends من زمان. وهو اي حد just friends من زمان تخرجي معاه وتسهري وسوري يعني وتخليه يحضنك ويبوسك كده عادي؟ بقول لك ايه؟ ايوه. لو عايزه تكملي قعدتك وتقولي الكلمتين اللي عايزه تقوليهم، يبقى تحترمي نفسك وتنقي كلامك. والله يا ميرات، هو لو على الاحترام يعني فانا ست متجوزه محترمه نفسي وقاعده في بيتي. الدور والباقي بقى على اللي بتلف على الرجاله المتجوزه تخطفهم من ستاتهم عشان يصرفوا عليهم. اولا انا مش محتاجه حد يصرف عليا، ثانيا مفيش بيني وبين جوزك اي حاجه، هو زيه زي اي حد، مجرد صديق. ثالثا بقى وده الاهم، بدل ما تضيعي وقتك معايا او مع غيري، شوفي ايه اللي ناقصك ومخلي جوزك يبص بره وعالجيه. يعني مثلا لو نكديه بطلي نكد، لو شكاكه روحي عند دكتور نفساني يعالجك، مش عيب. ولو في حاجه في جسمك ناقصه مش باسطه جوزك، دكاتره التجميل كتير. تشربي حاجه؟ ادينا عرفنا يا عم الحبيب ان هي اسمها صبا، وفي كليه العلوم جامعه قناه السويس، ومش مخطوبه. وحط تحت كلمه مش مخطوبه دي مليون خط. ها قول لي بقى حضرتك هتعمل ايه؟ مش عارف. امال مين اللي عارف؟ مش عارف يا عماد. طب انا هقول لك تعمل ايه. قول لي. انت تروح تتقدم لها عشان نخلص من حاله مش عارف دي. تفتكر؟ اكيد طبعا. مش عارف. تصبح على خير يا منصور. يا عماد، يا عماد، انت هتسيبني في حاله مش عارف دي وهتمشي؟ ماشي يا عماد. صباح الخير. صباح النور. عاجبك اللي احنا فيه ده؟ عاجبني ايه؟ عاجبك ان كل واحد فينا ينام في اوضه ونشوف بعض بالصدف؟ عاجبني. طب انا بقى مش عاجبني. براحتك يا علي. هو انت بتعمل فيا كده ليه؟ عشان خاطر ميرات
اللي سمعتها سابقاها. يا دي ميرات ايه علاقتها بالموضوع دلوقتي؟ عشان هي الموضوع يا ياسر، وانا بصراحه مش ههدى غير لما اتكلمها دلوقتي وتهزقها وتقول لها ما تكلمكش تاني. وانا مش هكلم حد. ليه؟ خايف على زعلها قوي؟ لا مش خايف على زعلها، بس اللي عندي ده كله تهيؤات. ماشي اعتبره تهيؤات. ياسر انا بكلمك على فكره، ممكن تريحني من التهيؤات دي وتكلمها؟ عالية، ميرات زي 1000 واحدة من صحباتي البنات، وعمرها ما عملت لي حاجة تضايقني عشان أكلمها هزقها. طيب ولو قلت لك إن مكالمتك للزفتة الشمال دي هتهديني، هتعمل إيه؟ لتالت مرة بقول لك مش هكلمها، وهي ما عملتلكيش حاجة عشان تقولي عليها زفتة شمال ولا زفتة يمين. ياسر أنت لو ما كلمتهاش دلوقتي حالا أنا همشي وهسيب البيت. أنا بجد زهقت، اقسم بالله زهقت. اعملي اللي انت عايزاه. يا عم بقى اسمع الكلام، هو احنا قد هتلر؟ اهو خرج من النيابه. قد مين؟ يحرق ابو هتلر، مفيش حد فوق القانون. وبعدين مين قال لك اني ما عرفش انه يخرج من النيابه؟ لسه بتكابر؟ ما بكبرش يا بني ادم، بس بالعقل. ده تحقيق اولي، لازم يخرج عشان مفيش دليل. بس ورحمه ابويا ما بقاش زين الجناوي لو النوبل جاي ما خدش 4 في 4 في 15. اشمعنى؟ لان اكون مكتف ايده ورجلي ب 100 دليل. يا واثق ليك حق، ما انت ظابط على كدك. انا على قدي؟ ايوه على كدك. وبعدين امال مش كده؟ ما انا ما اعرفش معانا ولا مع هتلر. لازم تتردي بالطاقطاقي، رد يكون سريع وجاسي عشان يشيل مسعد من دماغه، ما يفكرش يجرب له تاني. بس فكرك زين ده يخوف، ده تربية صالح. لو سبناها هيسوق فيها، ولو جيت جنبه هيسوق فيها أكتر. بس لو جيت جنب حد من عيلته هيخاف وهيجيب لورا. ما هي دي السكة اللي بفكر فيها. ايه ده؟ بص كده يا نادية. يا نهار اسود، انا ما فاهماش حاجة. هو انت تعرفي صاحبها؟ انت اتجننتي؟ وانا اعرفه منين؟ امال مالك خايفه كده ليه؟ طبعا لازم اخاف. الراجل ده بيراقبني في كل حتة، ما بقتش عارفة حتى هو عايز مني ايه. ممكن هيبقوا يخطفوك ويطلبوا فدية مثلا. تتريقي؟ دمك خفيف قوي. هم مش هيخطفوني، هم هيقتلوني. على اساس انك وزيرة الخارجية يعني؟ لا، على اساس ان اخت زين الجناوي. على قد ما في ناس بتحبه على قد ما في ناس بتكرهه، زي هتلر اللي كلمتك عنه. انا مش فاهمة حاجة من فيلم الرعب اللي بتحكيه ده. ولا انا بقيت فاهمة. مشي؟ مشي. يلا. طب يلا عشان انا ركبي ثابت. يلا. أجهزة جمع المعلومات أكدت إن في بعض العناصر الإرهابية تتجمع في بيت مهجور على أطراف العريش، بالتحديد في النقطة دي. الجماعة الإرهابية دي هي المسؤولة عن زرع العبوات الناسفة، واحتمال يكون في فرد قناصة أو 2 معاهم. تمام يا فندم. عايزك من دلوقتي تاخد الصور والمعلومات اللي أنا هبعتها لك وتحللها كويس عن الخلايا الإرهابية، وأنا هدعمك بمعلومات زيادة. تمام يا فندم، هجهز واعرض على سيادتك. طه، يا طه، يا طه واقف بكلمك. ايه اللي موقفك هنا؟ انا ما كنتش واقف، انا كنت ماشي. لا يا طه كنت واقف. هو انت رحت قلت لليلى انك بتحبها؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ رد عليا يا طه من غير كده. ايه يا بنتي انت هتحججي معايا؟ يا طه ما تغلبنيش معاك عاد. هي اللي قالت لك كده؟ يا طه هي اللي قالت لي كده. تمام. تمام؟ ايه هو اللي تمام؟ يا طه، يا طه واقف بكلمك. يا طه عايزه ايه يا صفيه؟ قول لي يا طه،
قلت لها كده ولا لا؟ ايوه قلت لها. ايه مشكلتك انت؟ مشكلتي يا طه مشكلتي يا طه اني بحبك. مشكلتي اني بحبك وانت عامل مش واخد بالك. عامل مش واخد بالي عشان ما ينفعش يكون في حاجه بيني وبينك. عشان بتحبها صح؟ ايوه عشان بحبها. طب ليه ما بينتش من الاول؟ ما كنتش اتنيلت وحبيتك. عشان ما كانش ينفع. عشان هي بتحب اخوك صح يا طه؟ ايوه صح. حظك ده. اعمل ايه؟ طب افرض ليلى وافقت وقالت لك انك تيجي تتقدم لها، هتعمل ايه؟ هتقدم لها. طب واخوك؟ اخوي متجوز وعايش سعيد مع مرته، افهم. طب وانا؟ محدش قالك تحبيني يا صفيه. ايه يا نودي؟ عامله ايه؟ بخير الحمد لله. بقولك انا عاوزه احكي معاكي في موضوع. خير في ايه؟ في عربيه بتمشي ورايا بقالها كام يوم، ومن شويه لقيتها واقفه تحت. بتراقبك يعني؟ ما بتفارقنيش في الرايحه وفي الجايه. وعرفتي مين اللي سايقها؟ شفته. حد من البلد؟ زين لازم يعرف الموضوع ده. انا غلطانه ان انا قلت لك يا فيروز. زين لو عارف مش هينزلني الجامعه تاني. يا ناديه يا حبيبتي دي حاجه ما يتسكتش عليها. انت ما بتسمعيش على جرائم الخطف اللي بنسمع عنها اليومين دول؟ ماشي. طب بصي، لو مش ورايا تاني انا هقول لزين، بس انا اللي اقول له يا فيروز. ماشي يا نودي. يا بنت ابوك كبر، ما ينفعش الراجل يكلمني وما ردش عليه. خلصينا بقى، انت عايزه ايه؟ ايوه بس برضه بنتي لازم يكون عندها وقت عشان تفكر فيه. بتفكر في ايه؟ هو في ايه اصلا تفكر فيه؟ معلش يا بابي عشان خاطري، انا فعلا محتاجه شويه وقت افكر. وهو محتاج يعرف راسه من رجليه، وانا محتاج اعرف انت عايزه ايه اصلا. بصراحه يا بابي انا حاسه ان انا مش هينفع اكمل مع ادهم. نعم؟ يعني ايه مش هتكملي معاه؟ يعني مش هينفع اكمل معاه يا مامي. اه يا حبيبتي بس ما كانتش اتفقنا. معلش، انا لما فكرت في كلامك حسيت ان انا لو عشت مع البني ادم ده تاني هبقى بضيع عمري فعلا. بتضيع عمرك ازاي يعني؟ ايوه يا بابي بضيع عمري. انا وادهم شخصين مختلفين تماما. انا واحده متربيه على اني ابقى اجتماعيه، بحب السفر وبحب الخروج وبحب صحابي. هو انسان مختلف عني، روتيني جدا. هند، انت بتحبي جوزك ولا ما بتحبيهوش؟ مش عارفه يا بابي. مفيش حاجه اسمها مش عارفه، يا بتحبيه يا ما بتحبيهوش. حاسه انه لا، ما بحبوش. طب اتجوزتيه ليه؟ بصراحه يا بابي ادهم كان في الوقت ده عريس لوطه لاي واحده في الدنيا. واحد بيلبس كويس وشكله حلو ومستواه المادي حلو، وحسيت بصراحه ان هو ده الشخص اللي مش هيخليني عايزه حاجه وهيحقق لي كل اللي نفسي فيه. بس كده؟ ايوه يا بابي بس كده. هو يعني في ايه تاني يتحب؟ لا في كتير. كفايه ان هو راجل محترم ونبيل وشهم وبيحبك وبيصونك وخايف عليك وعلى البيت وعلى البنت. لا يا بابي، بصراحه انا ما فكرتش في الحاجات دي خالص في الاول. اسمها ما لقيتش حد يفهمني قيمه الحاجات دي يا بنتي. لا فلوس ولا مركز ولا جاه بيدوم يا بنتي. اللي بيدوم هو معدن الانسان الحقيقي. بقولك ايه يا صلاح، هو لما يكلمك تاني قول له بنتي محتاجه وقت تفكر. لو كلمني هقول له على حاجه واحده بس، ان بنتي عايزه تطلق منك. فؤاد بيه، وربنا قلت نسيتني. الله يحفظك. طب وبياناته هتسمع عندك متر. طب بالله عليك ما اعرفش المحل اللي اشترى منه الخط في الجنة عندنا. طب بالله عليك هستنى عنوانه في رسالة. الله يحفظك يا غالي، اشوفك قريب ان شاء الله. الله يحفظك الله يحفظك. في رعاية الله يا باشا، مع السلامة مع السلامة. أنا عارفة إنك على لحم بطنك من الصبح. مسكينة ما دخلتش الوكل ليه؟ أنا قلت لها إنني هتدخل.
اشمعنى؟ باين اتعودت. الله لا يعودها ايام. عشان كنت بتشوفني كل دقيقة. لا، هي كانت ايام سودة. تصدق انا فرحت لك كده زي ما تكون كان ايه؟ مش هقول ابني لان سننا قريب. اخوك تنفع؟ لا ما تنفعش. طب ابقي شوفي ايه اللي ينفع وقولي لي عليه. اتفقنا. جيت الحج انت طلعت جدعة، وقفت معايا ولا اجدعها راجل. يعني خلاص مش كارهني؟ خلاص، اللي فات مات، واي حاجة ضايقتك مني نسيها. انا نسيت كل حاجة خلاص، ووعدك زي ما خليتك ما تكرهنيش هخليك تحبني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بيه. معاون مباحث المركز زين القناوي. يا أهلا وسهلا يا زين بيه. زيارتين في أسبوع واحد؟ لا ده كتير علينا قوي يا باشا. عايز اعرف مين اللي اشترى منك الرقم ده. حضرتك يا بيه اللي اشتريته. حضرتك كيف؟ انا اللي اشتريت منك الرقم ده؟ أيوة يا بيه حضرتك. مبدئيا الراجل ده منتحل شخصيتي. انا زين القناوي وبطاقتي اهي. فعايزك تركز وتوصف لي ملامح اللي اشترى منك الرقم ده. هو يا بيه أسمر وبشنب. جبت التايه انت، ما 3/4 جنى سمر وبشنبات. ايه المميز في خلقك؟ ما أنا قلت لك يا بيه من أول ما قال لي أنا زين بيه القناوي أنا وطيت في الأرض وما رفعتش عيني إلا لما مشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بيه. كل اللي سمعته منك ده مش هياكل مع ولد القناوي. كيف يعني؟ يا اخته لو اتأذت مش هتفرق معاه؟ امه لو اتأذت مش هيفرق معاه؟ هيفرق معاه وهيتجنن، بس جنانه هيبقى خطر علينا. انت بتفكر بطريقة كفى المؤمنين شر القتال ولا ايه يا ابوي؟ لا يا ولدي، في قتال وفي حق لازم يرجع، بس لو حد من اهل بيته اتأذى مش هتبقى الناهية. وايه هي الناهية عاد؟ ضربة تبعده بعيد، ضربة تتوله تخليه ما فايقش حتى الروح. خير يا ادهم. بابي قال لي انك عايز تتكلم معايا. وانا لو كنت طلبت قبلك من غير بابي كنت هترفضي؟ اكيد كنت هرفض. ادهم الموضوع كبر عني وعنك كمان، ومتهيألي انت السبب في ده مش انا. ليه ان شاء الله؟ علشان انت اللي رحت حكيت لبابي كل حاجه. وانا المفروض كنت اعمل ايه؟ قافله تليفونك، سايبه بيتك، سايبه بنتك، ومش عارفه اوصل لك. والله تعمل زي ما اي راجل كان ممكن يعمل، بيسيب مراته لحد ما تهدى شويه وبعدين يشوف ايه مشاكلها ويحلها لها. انت اللي تهدي؟ انت اللي غلطتي فيا، انا اللي المفروض اهدى. ده من وجهه نظرك بس انا اللي غلطت فيك، لكن انا من وجهه نظري ما عملتش اي حاجه. وعلى فكره اوعى تفتكري ان بابي ومامي ممكن ينفعوك بحاجه. متهيألي انا كبيره كفايه قوي ان انا اخد القرار لوحدي. طب بصي بقى يا بنت الناس، واضح ان انت فهمتي مجيتي ليكي النهارده على انها ضعف. انا جيت لك عشان لسه شريكي يا هند، وعامل حساب العشره والايام الحلوه اللي بينا. جيت لك عشان لسه بحبك، انما لو حسيت ان انت هتستغلي حبي ليكي ده استغلال غلط انا ممكن ما اوريكيش وشي تاني. بقول لك ايه، هو انت ما عندكش حاجه جديده تقولها؟ نفس البقين اللي بسمعهم كل مره. وعايز ما تورينيش وشك براحتك، انا ما بقاش فارق معايا اي حاجه. انت مش تابعه بقى. والله انت اللي وصلتني لكده. من الاخر عايزه ايه يا هند؟ عايزه اتطلق يا ادهم. تتطلقي يا هند؟ اه عايزه اتطلق. أنسة نادي، ممكن تاخدي مني الوردة دي؟ هدية يعني تهاد وتحب.
هدوا مين وتحبوا ايه؟ وانت مين اساسا؟ اهدي طيب. اعرفك بنفسي الاول. انا الباشمهندس يوسف عبهادي، مهندس ميكانيكا هنا في جنة. وكنت حابب يعني اجي اقابل زين بيه اخوكي. ما تروح تجابله، هو انا سكرتعته؟ لا لا لا، مش القصد والله. انا قصدي اجي اقابله عشان اطلب يدك، ده بعد اذنك طبعا. طب ما تروح. يعني انت موافقه؟ انا اسف. تبقي موافقه؟ يا ابو ورده انت ما جبلتش تاخد منك الورده؟ اخدها انا. خليك في حالك يا اخ، روح شوف اكل عيشك. ما بتضيقش غير لما بتفرج. سبحان الله، القضيه دي كل ما بتعصلج عقول هتتقفل، الاقي ربنا بيبعت من عنده علامات. انا ماشي في طريق عزت بيه، ان شاء الله يخليني امسك على ابن هتلر ده بدل الدليل 10. ومين سمح لك تعمل كده؟ النبي بالله سمح لي اعمل كده، وانا كاشير في كنتاكي. اكيد شغل اللي سمح لي اعمل كده عزت بيه. انت تنسى الموضوع ده خالص يا زين. احنا ما كسبناش منه غير فتح لنا باب عداوه مع اللي اسمه هتلر ده. طب افرض عزت بيه لقيت دليل؟ مش هقبله منك يا زين، عشان من النهارده القضيه دي ما تخصكش. طب هيبقى في ناس كتير جوه يا ريس، دي اللي نعلمين فيهم. هتنجوا مقطوع من شجرة، ويا سلام لو لقيت واحد مش من البلد أصلا. نخش جوه كيف؟ هندبروا عركة صغيرة كده. طب والناس اللي جوه؟ كله هيتعرق. محد التنفيذ يا ريس. ده أجل بني آدم يا ولدي. لما يجي هقول لكم. ولو وقعت الفاس في الراس لا يفتح خاشمه، أهله هيستلموه جثة. تمام يا كبير. على بركة الله. يا زين ما انت اللي منشف دماغك. منشف دماغي في ايه؟ ما على قدك يا زياد بيه. ألف قضية كانت أصعب من دي، وعزت بيه كان بيدينا فرصة وبنوصل لحل. اشمعنى القضية دي اللي مصر إنه يقفلها؟ ما انت اللي خليته يعمل كده يا ابني، وانت اكتر واحد عارف هو صبر عليك قد ايه على نشفان دماغك. وعزة جلالة لما اسيب القضية دي وهوصل بدل الدليل ل1000 اللي يدين هتلر وولده. بس ساعتها أقول لهم إيه؟ أقول لهم المركز قال لي مالكش دعوة بالقضية دي عشان تخص هتلر وولده؟ هي. انا لو مكانك هعمل كده. وتعمل إيه كمان؟ انصحني. هشوف شغلي. شغلي اللي هو إيه؟ اللي هو طبق القانون على الغلابة بس. إنما اللي زي هتلر ما يطبقش عليهم قانون. يا زين ابعد عن الشر وغني له. انت ايه يا ابني؟ مش خايف على نفسك ولا مستغني عن اهلك ولا ايه بالظبط؟ شيل ايدك من القضيه دي خالص يا زين. ايدي مش هتتشال من القضيه دي ولو فيها استقالتي. كيف يا ابوي ما نزلش الارض ومخزن السلاح؟ مين يقولك ده؟ أنا اللي بقولك ده، واللي هيساعدك هتضرب بالجزمة كمان. ليه؟ حصل مني حاجة ولا ايه؟ لا ما حصلش منك حاجة، عشان أنا خايف يحصل لك حاجة. خايف من مين؟ اللي حطك في دماغه وعينه عليك، مش عايز حد يمسك عليك أياتها غلطة. طب والحد ميت يا ابوي؟ لحد ما الدنيا تهدى. بس أنا محتاج فلوس. خد اللي أنت عاوزه. ايه؟ هرجع اخد المصروف من تاني ولا ايه؟ ما تعودش على كده؟ يوه. افتح الخزنة اهو يا مسعد. اسحب يا ولد اللي يلد عليك. ان شاء الله تسحب مليون جنيه كل يوم، لكن شغل لا. بس انا كده يد هتطرى. خليها تطرى اليومين دول. اترعبت وقلبي وجع في رجلي، قلت خلاص انا مقتوله مقتوله. وبلف يا فاروس لقيت واحد واقف لي وماسك ورده وبيقول لي ممكن تقبلي مني دي؟ يا حبيبي طب والله كيوت، ده طلع قديم قوي. يعني كل المراقبه دي وكل تعب الاعصاب ده عشان يديكي ورده؟ شفتي؟ طلع تافه. تافه؟ بالعكس، ده طلع مش تافه خالص. ولعلمك بقى ده طلع بيفهم متخيره معطيك. ها وقال لك ايه؟ مفيش، قال لي ان اسمه يوسف وان هو مهندس ميكانيكا وانه عايز لي اخد له معاه ميعاد مع زين عشان يقابله.
يا سلام. طب وانتي بقى يا حلوه قلتي له ايه؟ وانا مالي؟ هو انا السكرتيره بتاعته؟ ما يروح يجيب له هو. يا ساتر عليكي يا ناديه، ما دب زي اخوكي. طب وشكله ايه؟ خدتش بالي. على فيروز؟ بصراحه حلو. بصراحه جمر. شبه ابن محمود عبد العزيز. بجد؟ طب لما انت عاجبك كده امال ليه يعني احرجتيه؟ انا احرجته. احرجتيه؟ ده انت احرجتيه واحرجتيه قوي كمان. يعني هو كده ممكن ما يروحش لزين؟ والله بصراحه يعني يا نودي هو كده لو عنده دم مش هيقابله. مش هيقابله اصلا؟ انا جاهز دلوقتي اسمعك يا حرامي الكردان. والله يا زين باشا ما سرقت حاجه، ده حد ملفقها لي. حد ملفقها لك؟ طب اللي ملفق ده يدسها لك في صحارة الكنبه، يدسها لك تحت السرير، انما اللي ملفقها لك يدس الكردان على رقبه مراتك، يعلقوا على رقبه مراتك. قول يوسف شهيد عبد الهادي. استنى هني، بتسرق الكردان عشان تقدمه لها في الفالنتاين يا ابن الكلب؟ ايه؟ خرب بيت ابوك، تعالى هنا. انت عارف انا اللي مضايقني ايه؟ ان انا شفت مرتك وانا باخده من على رقبتها. يا دي تحلى منها يا متخلف عقليه. مين اللي تسرق عشانها؟ عايز ايه؟ تمام يا فندم. في واحد طالب يقابل سيادتك. اسمه ايه؟ اسمه باشمهندس يوسف شديد عبد الهادي. طب خد العبيط ده وديه الحجز. حاضر يا فندم. ودخله بسرعه. حاضر يا فندم. خرب بيت ابوك متخلف. ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا زين بيه؟ عامل ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. زي والحاج الولد اخباره ايه؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يا ابراهيم. تمام يا فندم. شوف الباشمهندس هات له حاجه سجع. الله يخليك، متشكر، ملوش لزوم يعني. ازاي بقى؟ انت جيت عندنا. الله يخليك. خير، في مشكله ولا حاجه؟ لا ما فيش مشكله ولا حاجه، ربنا ما يجيب مشاكل يعني. زين بيه، احب الاول اعرفك بنفسي. انا يوسف شديد عبد الهادي، مهندس ميكانيكا. غني عن التعريف، باشمهندس يوسف ابن الحاج شديد، مهندس الميكانيكا الوحيد في البلد. الله يخليك. يعني انا كنت حابب اكلمك في موضوع. انا كنت جاي. الحاجه السجعه تعال حطها هنا. يعني تسلم زين بيه، والله ملوش لزوم يعني كل التكاليف دي. لا ملوش لزوم كيف؟ وجبنا عند الباشمهندس يوسف ابن الحاج شديد، مهندس الميكانيكا الوحيد في البلد. انا كنت جاي يا زين بيه اطلب يد الانسه ناديه. الانسه ناديه مين؟ الانسه ناديه يا زين بيه اخت حضرتك. كنت جاي يعني ان احنا نتكلم ونتفقوا على ميعاد ونيجي انا واهلي في زياره. طب وعدم المؤاخذه يا باشمهندس، انت تعرف الانسه ناديه منين؟ لا والله انا ما اعرفهاش، لاني حتى كنت بشوفها من بعيد لبعيد. انا بس كنت معاها في الجامعه وتخرجت دلوقتي. يا جدع وانا بتهمك، انا بسالك بس تعرفها منين؟ ما انا عارف انها اكيد هيعرفها في الجامعه. بس فاني سالت عليها وقالوا لي انها اخت حضرتك، وانا يشرفني اكيد ان انا ناسب عيله الجناوي. عيله الجناوي طول عمرها معروفه انها عيله محترمه وكبيره. الله يكرم اصلك. وانا قلت يعني اجي اخش البيت من بابه، فتاني لو تسمح لي في الزياره اجي انا واهلي عشان نيجي نزوركم واطلب يدها. الله اكبر، عقلك سابق سنك. الله كاني قاعد مع واحد عنده 50 سنه. الله يخليك. طيب يا باشمهندس، انا في انتظاركم النهارده ان شاء الله 9:30 بالليل عشان 10 ايام الجايين عندنا بطشيه ليلي، ومش هعرف اشوفك. واظن ما فيش حد في البلد ما يعرفش عنوان بيت الجناوي. اكيد يعني. خلاص على البركه، 9:30 ان شاء الله. طيب استاذن انا بقى، ما اعطلكش. طب الحاجه السجعه نشربها 9:30 ان شاء الله. تسلم يا زين بيه. رعايه الله، رعايه الله، رعايه الله. الله رجل محترم. الله محترم وكمل، ويضلك في القفص هنا الداني. يرمونا فوق يلاقونا تحت ونظل فوق والباقي تحت. نزل نزل
يا مرحبا يا مرحبا، أنستونا وشرفتونا. هو العريس بيشتغل ايه؟ بيشتغل في المصنع مع ابوه، مصنع ألومنيوم، وهو مخلص هندسة، باشمهندس قد الدنيا. بسم الله ما شاء الله، ربنا يسعدهولك قادر يا كريم. والفرد بفرده يا حج. ولا ليه لا في سجارة ولا قعدة قهوة. الله أكبر الله أكبر. أنا وافقت. بس يا فيروز لا يقولوا البت مدلوقة. طب ما انتي مدلوقة، هتمثلي؟ استهبلي استهبلي واعملي مكسوفة. قومي يا بنتي، جد مش شايلة عريسك، قومي. حاضر يا أم. قومي يا بنتي. عن إذنكم. ربنا يحرسها. مكسوفة. She's so cute. بنت قمر. وانا لما يقول انا ود الحاج شديد عبد الهادي اسال عنه كيف؟ زيد على ده انه يخش القلب. وكل ما تعرفه اكتر هتحبه يا زين، واحنا من يدك دي ليدك دي. الله يكرم اصلك حاج شديد. وكل اللي تطلبه عروستنا هيكون موجود، وشقته هتكون في العمارة عندي على البحر. الله يوسع عليك. وانا نويت ان شاء الله حفرش شقته من دمياط، والشبكة هجيبها من جورج السايغ بتاع اسيوط. حاج شديد احنا بنشتري راجل. اللي عايز الباشمهندس يعرف ان الناديه دي اختي الوحيده انا اللي مربيها، فاللي هسلمها له بسلم له جوهره العيله، ومش عايز منه غير حاجتين: لا تجيله غضبانه ولا اسمع ان جوزها لا سمح الله بيلعب بديله، وده انا مطمن منها، سماهم في وجوهها، وده طبعا بعد موافقه العروسه. تعالي قدمي الشاي. وانا بحكم خبرتي يا حاج شديد بقول لك ان العروسه موافقه. يبقى على بركه الله نجروا الفتحه. فتحه. ولا الضالين. امين امين. مبروك يا عريس. الله يبارك فيك يا ابو نسر. مبروك يا حاج شديد. الله يبارك فيك. مش نهايه الدنيا هي. لا نهاية الدنيا. تخيل نفسك كده محبوس من 4 حيطان، لا انت عارف تتجوز ولا عارف تخلف ولا حد بيسعد دنيتك. هتبقى مبسوط يعني؟ حق ربنا مش هبقى مرتاح. بس انت لو خلفت يعني ازهاجك ده هيروح. والله هيروح. هيروح كيف يعني؟ هيبقى عندنا عيل نكبروه ونعيشوله ونفرحوا بيه في كل وقت، وهيبقى عندنا امل نعيشه. بس انت اللي اتفقت على كده من الاول. كنت عايزة نستر، بس دلوقتي عايزة نبقى أم. أنت ما تعرفش إحساس الأم. يبقى المشكلة عندك. بس ليها حل. ايه هو؟ أنا مستعدة نكتب ورقة نقول إن لا أنا ولا ابني عايزين منكم أي حاجة. انت قد الكلام ده؟ أني نعملوا أي حاجة بس نشوفوا الضنا. خلاص سيبيني ادورها في دماغي شويه. وعملت ايه يا ادم؟ لا طلق خلاص. يا ساتر يا رب، ليه كده؟ هي طالبه طلاق، وبصراحه انا كرامتي ما تسمحليش ان انا ارفض لها طلب زي ده حتى لو لسه بحبها. طب وبنتك؟ بنتي تعيش في هدوء احسن ما تعيش في بيت كل يوم فيه خناقه شكل. انا مش فاهم ايه اللي وصل الامور لغايه كده. هي ست مش عايزه تعيش بمنتهى البساطه. وانت مش شايف ده من الاول؟ لما بتحب كدب نفسك في حاجات كتير. ايوه بس الحاجات الكتير دي كانت باينه في شخصيتها من الاول. بص هي يعني ما كانتش باينه قوي، بس كان في بوادر. طب ابوها امها؟ ابوها محترم واقف معايا. امها هي السبب في كل المشاكل اللي احنا فيها دي. بص يا امير، انا اتعلمت حاجه من الهم اللي انا فيه ده. عايز تعرف بنت بحقيقي؟ بص على الام.
طب ما تحاول تاني يا ادهم. لا، انا اخترت غلط، لازم اتحمل النتيجه. انا مش عارف اقول لك ايه، بس ربنا هيرزقك بالاحسن ان شاء الله. ولا احسن ولا اوحش. انا لو عمري فكرت اتجوز تاني اختار بالعقل، العقل بس. بصراحة أنا لو منك كنت مشيت في ساعتها. يا بنتي كرامتك أهم من أي حاجة، وده ما دس على كرامتك، ده شاطها برجله. وبعد ما امشي هيرجع لك تاني وهيتحايل عليكي كمان عشان تصالحيه. مش قاسر خالص، هي بس ما تعرفوش كويس. لو عملت كده تبقى بتديله الفرصة اللي هو عايزها. ده مش بعيد بعد كده لما ترجعي البيت تلاقيه جايب الزفتة اللي مصاحبها دي مقعدها معاه. جماعة هو غير كده وكده، أنا بحبه. حبيبتي شكلك قدام نفسك أهم منه وأهم من حبك ليه. هي مش هتعرف تعمل ده، خلينا واقعيين. انت عارفة أنا نفسي أعمل اللي انت بتقولي عليه ده، بس الفكرة في حاجة، أنا لو بعدت يوم واحد بس عن آسر أنا ممكن يجرالي حاجة. ما تزعليش مني بقى، انت كده بتقللي من نفسك. ما اسمهاش على فكرة بتقلل من نفسها، اسمها بتحافظ على بيتها. هتفرحي يعني لما تسيب له البيت ويتلكك لها ويروح يتجوز الزفتة التانية دي؟ هتفرحي لما جوز صاحبتك يروح يتجوز واحدة ملهاش لازمة؟ عالية، ما تسمعيش كلامها وحافظي على بيتك. صفية هاتي لي الشحن من جنبك. هاتي هندي. هاتي واخلصي. ما تقومي تجيبي هندي، أنا شغالة عندك. تعالي هنا. شغالة عندك؟ انت بتتكلمي معايا كده ليه؟ مفيش. لا في. يكونش كلام طه هو اللي مخليكي عاملة كده؟ لا. لا كلامه. يا ليلى كلام. ارتحتي؟ طب وانا مالي؟ مالكيش يا ليلى. مالكيش. ما هو مش ذنبك ان الكل بيحبك، ومش ذنبك ان الكل بيطلب رضاكي. كل هم مين؟ اي حد يا ليلى. لو واحد شافنا صدفة يجي يطلبك انت، ولو واحدة بقت صاحبتنا تقرب منك اكتر. ده حتى طه اللي ما حبتش غيره حبك انت. يا شيخة بنت امك ما بتفكرش غير في جوازك انت. اما انا دايما منسية. بتغيري مني؟ بتغيري من اختك يا صفية؟ يا ليلى بغير منك ولازم اغير منك. اهدي واعرف ان اختك بتحبك، دي بتحبك اكتر من نفسها. واطمني، حالي من حالك يا حبيبتي. زي ما انتي بتحبي واحد ما بيحبكش، اختك كمان اللي بتحبه ما بيحبهاش. صفية
ارد! ارجع عسكري! زين باشا خير يا رضا. محتجز تحت لابوه مضروب وفقد الوعي كده وشكله داخل في غيبوبه. من متى الكلام ده؟ لسه حالا. وقفة العد! ميه بسرعه يا عسكري. انا يا فندم. عربيه اسعاف بسرعه يا رضا. اوامر يا باشا. ايه ده؟ مين اللي عمل في الواد ده كده؟ زين اللي قتله يا باشا. زين باشا هو اللي موته. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا زنبيل. فضل يضرب فيها يا باشا لحد ما موت. زين باشا هو اللي موته. زين اللي ضربه يا باشا. زين باشا هو اللي موته. زين باشا هو اللي موته. زين باشا هو اللي قتله يا باشا.